لو شفت العجوز ترقص بوسط الظلمة بالشارع، قانونك الأول والأخير: انحش ولا تلتفت وراك. بآخر الليل، يوم الشوارع تكون فاضية تماماً والهدوء يروع، تطلع هالهيئة الغريبة، عجوز صربية تلبس ثياب قديمة، ترقص بوسط الشارع بحركات مريبة ومو طبيعية، كأنها تسمع نغمات ما يسمعها غيرها، أو تسوي طقوس سودة تجمد الدم بالعروق. المقاطع هذه انتشرت مثل النار بالهشيم، والقصة مو مجرد رقص غريب وخلاص. الناس اللي مروا من هناك يروون قصص تروع الخاطر. العجوز ترقص ببراءة وظاهرها عادي، لكن بس تحس إن في أحد يراقبها أو يصورها بجواله، تلتفت عليك وفجأة تطلع سكين حاد من تحت ثيابها، تركض وراك بسرعة مجنونة، وصراخ يهز الشارع حز. المقطع اللي تشوفه الحين لقطته الكاميرات بأوقات مختلفة، التفاتتها السريعة، حركة يديها الغريبة، ووقفتها الميتة تحت ضوء الشارع، كلها تقول لك إنك قدام كابوس واقعي مو مزحة. الناس اختلفوا في تفسير سرها، هل هي حرمة مريضة نفسيا وجالسة تفرغ طاقتها بالشارع، ولا خدعة متقنة عشان ترعب الناس؟ لكن السوالف والشائعات تشير إلى أسطورة شعبية قديمة تجسدت بشوارعهم وصارت تلاحق خلق الله بالظلمة. علشان كذا لو حظك جابك بشارع مظلم ولمحت هالهيئة ترقص من بعيد، لا تسوي فيها شجاع وتصور، ولا تحاول تناديها. الحل الوحيد إنك تفك سبرنت وتفر بجلدك بأقصى سرعة. وش رايكم باللي شفتوه؟ حالة نفسية ولا كائن مرعب ومسكون؟ اكتبوا لي بالتعليقات، ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة عشان يوصلكم كل جديد.